بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إن شاء الله. مع بعض هنقفل العباية البيتي اللي احنا قصيناها مع بعض. أول حاجة لزقنا الفازلين، وطبعا أنا وريتكم قبل كده ازاي هنلزق الفازلين. هنبتدي بتجميع القطع الصغيرة الأول، دي النص كولا هنقفلها كده بخط عشان نمسك الفازلين، وبعد كده هنصفي المقاس بتاعنا لأن احنا طبعا مزودين حبة. بعد لزق الفازلين بنظبط الفازلين مع القماش وبناخد الفرد بتاع النص، هي كده 4 سنتي. هنا المردات برضو لزقناها فازلين، وهنبتدي بتقفيل الكم. دي السمكة اللي احنا عملناها للتوسيع، اسمها سمكة عشان ببوزة أو قطعة التوسيع. بنحطها كده بس مش طويلة قوي، يعني بتديني حوالي 12 سنتي لو انت حابة تزودي المقاس بتاع الكم في الوسع. طبعا هنقفل هنا على سنتي سنتي ونص عشان الأوفر، وهناخد خط الخياطة بتاعنا للآخر، وهنشوف القطعة اللي حطيناها دي وبنسميها سمكة لتوسيع الكم من عند الباط. دي بتكون للستات الكبيرة حلوة أوي، مريحة وبتدي كم واسع لو القماش بتاعك مش مكفي الواسع. وطبعا بنتعامل مع القماشة القطيفة بحرص لأنها بتمط، وبتزودي العيار بتاع المكنة ل3 وشوية علشان ما يقطعش القماش، وفي نفس الوقت بتكون القماشة معاكي بتمشي كويس، لأن لو خليتيه على 3 أو أقل من 3 القماشة هتبقى تقيلة على المكنة. هنا أنا واخدة طبعا فرط عند العلامة بتاعة الكشكشة، وهنكشكش كام كسرة كده، كشكشة رفيعة مش كسر كبيرة طبعا. وبكده الكم جاهز هيتعمل اوفر، وهنركب فيه المعصم. بنعلم طبعا فرط علامة النص، هنقفل الكم التاني بنفس الشكل ونركب المعصم ونشوف مع بعض. العباية البيتي دي جميلة جدا للأمهات، بتبقى مريحة وواسعة. عملنا الكم التاني بنفس الشكل وهنسيبه يتعمل اوفر. هنا قفلت جنب من المرد وهنقفل التاني مع بعض. أنا أخدت خياطة على الفازلين من الطرف، وهنا طبعا لزقنا فازلين في المرد زي ما انتم شايفين، والفازلين اللي حطيناه في فتحة المرد من الأمام أخدنا عليه خط خياطة عشان ما يتحركش، لأن القماشة بتمط والفازلين بيطلع منها بسرعة، وأنا عايزة الفازلين يسند لي القماشة بحيث إنها تمشي كويس على المكنة، وفي نفس الوقت ما يحصلش أي تشريبات في القماشة. فأنا عارفة إن القماش ده بيبقى متعب شوية، علشان كده عملتلك الفيديو، ولو إن القصة سهلة يعني، ولكن هو القماش القطيفة بالذات اللي فيه مطة بيبقى متعب، فحبيت أوريكي تقفيلها بناء على طلب بناتنا اللي بيتعلموا، وفي نفس الوقت الكل يستفيد. طبعا في قصات مختلفة لعباية البيت، لكن أنا اللي معايا طالبة القصة دي، فحبيت أوريها لكم ازاي بنقسم القماش وبنقفلها برضو على المكنة. ما بشدش ولا حاجة عشان القماش ما يلمش معايا ويعمل تشريبات. تمام. أنا الخط الأولاني ده خط التثبيت للفازلين، والخط التاني خط الخياطة العادية للمرد. وبكده عملنا المرد جميل جدا ما شاء الله، واحنا عملناه قبل كده طبعا في حاجات تانية، وعملناه في العينات بتاعة تعليم الخياطة. لو عايزة بدايات تعليم الخياطة هتلاقي كام فيديو كده في أسفل الفيديوهات بيعلمك ازاي تركبي المرد والمقاسات وكل حاجة. تمام. هندوس عليه بالمكنة كده، هنوضح الصورة شوية عشان يبان التقفيلة بتاعته ما شاء الله مظبوطة وحلوة قوي. طبعا اللي ساعدني هنا الفازلين في المرد نفسه وفي الفتحة بتاعة المرد في العباية. هنبتدي نثبت الجزء الأسفل، وهثبته من على الوش عشان أبقى ضامنة الخياطات مظبوطة. في نفس الوقت ما فيش مشكلة إن أنا أخدها من على الوش، لو قماشة ثابتة بناخدها من الداخل ما بتبانش خياطة، وبرده هنا مش باينة عشان القماش قطيفة بيعمل وبر عليها فما بتبانش، تبقى حلوة أوي.
طبعا زي ما احنا عارفين المرد الحريمي الفتحة بتاعته على اليمين، هو ده عشان انا فاتحة الكاميرا الامامية، فبيبان معاكي ان هو ممكن يبقى على الشمال لكن هو في الاساس على اليمين. لكن الكاميرا الامامية عشان اظبط الاضاءة بتاعتي زي ما انا عايزة. هنا هنثبت المرد بالدبابيس، وبعد كده هنبتدي ناخد كسرات الكتف. ما شاء الله جميل جدا. اول كسرة بقى هناخدها من الكتف تقريبا هناخدها على 2 سنتي. تمام، هنا هناخد على 2 سنتي، ولكن هناخد نص سنتي داخل فتحة الحردة بتاعة الرقبة اهي، الطرف ده كده، يعني طرف حوالي نص سنتي، بيبقى باين من فوق بس مش بالطول يعني. هنعدله كده مع بعض، احاول اجيبهولك بحيث يبان اهو، يبان معاك في طرف هنا. ليه انا عملت الطرف ده؟ لان لو خليته بعد الفتحة هتكون الكسرة رايحة ناحية الكتف زيادة، فانا هنا ببتدي اول واحدة بدخل منها نص سنتي على فتحة الرقبة، وببتدي اخدها على طول 25 سنتي. اول كسرة 2 سنتي، 25 سنتي طول. بعد كده بنقلل 3 سنتي وانتي شغالة، يعني تاني كسرة تبقى 22. احنا بنقلل 3 من 25 يبقى 22، وبعد كده باخدها 20 او 19، بتكون بالشكل ده. هنعمل الناحية التانية ونشوف مع بعض نفس الفكرة. بطلع طرف حوالي نص سنتي من الكسرة مع حردة الرقبة، وبعد كده بنقصها بالمقص وبنركب الكولة عادي جدا، وهنشوف مع بعض كل التفاصيل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. نفس الحكاية ونفس المقاس، طبعا بنظبط مقاساتنا عشان تكون الحاجة مظبوطة، مش شرط عشان هي عباية بيت هنتهون فيها، بالعكس اللي بيشتغل شغل صح بيشتغلوا في كل حاجة. وزي ما شفتوا في فيديو القص احنا عملنا لها سفرة من الخلف، وهوريكي برضو هتقفلي الخلف ازاي. بس طبعا اهم شيء هيكون ده، والمسافات من بعد المرد نفس المسافة، والكسرة بنفس المسافة. طبعا انت حابة تقيسيها بالمزورة هتقيسيها، تمام، وتثبتي الكسرات بتاعتك على نفس المسافة. بيجوا 3، احنا عملنا الديل على 95 او 90، يعني لو اتعمل معاكي على 90 95 بيجي 3 كسر، فبيبقى شكلهم حلو قوي. وزي ما قلنا اول كسرة على 25، تاني كسرة على 22، تالت كسرة على 20 او 19، بتكون حلوة اوي اهو. شايفين بعلم ازاي؟ وبناخد طبعا على طرف القماش بحيث ان مفيش بروز تبان من الكسرة قوي، علامات بسيطة زي ما انت شايفة. وبناخد التالتة، وبعد كده طبعا هنروح نكوي على الظهر، القطيفة بنكوي على الظهر، بنثبت بس الكسرة شوية لانه كده كده هو ما بيثبتش فيه المكوى قوي، ولكن بنحاول نديها شكل حلو ان احنا نثبتها. بنديها مية او مكوى بخار وبنكويها على الظهر. إياكي تكوي القطيفة على الوش أيا كان، سواء مشجر أو سادة أهو. علمنا كده وخدنا المسافات اللي احنا عايزينها، لكن أطول واحدة دايما بتكون 25، وبعد كده بدرج الاتنين التانيين أقل كده. دي على المكوى خلاص أوكي. هنا جينا للظهر، السفرة بتاعة الظهر أو الخلف هنعمل فيها ايه؟ هنجيب علامة النص وناخد كسرتين في اتجاه الباط، تمام، وكل كسرة 2 سنتي. وهنا هناخد واحدة وشها بقى لجوه برضو 2 سنتي، ومقابل ليها واحدة تانية زي ما انت شايفة بالطريقة دي. دي هتديني كلونة في النص، وكسرة كسرتين من الاتجاه او وشهم لاتجاه الباط، تمام اهو قد بعض تمام مظبوطين. وبنأكد على نفسنا وبنسيب نفس المسافة، وبنعمل الكسرة بنفس الحجم اللي احنا عملناه، بحيث ان انا التقسيمة بتاعتي بتكون مظبوطة. واهم حاجة ان يكون بين الكسرة والباط 8 سنتي،
8 سنتي بعد حردة الباط تبتدي تاخدي أول كسرة. ومن عند المرد نسيت أقولك إنها بتكون 5 سنتي، من جنب المرد بتبتدي أول كسرة بعد 5 سنتي، سواء الموديل ده أو أي موديل تاني فيه كسر على الصدر. طبعا في موديلات فيها كشكشة ناعمة، ودي الحاجات اللي بتتعمل في درسات الخروج، بتبقى جميلة جدا للمحجبات، بتبقى نفس الفكرة ونفس تقسيمة القماش ولكن الكشكشة الناعمة بتكون حلوة أوي. هنا بنثبت طبعا من الجهتين علشان القماش ما يفرقش معايا، لأن زي ما قلنا القماشة فيها مطة. دي كده هتتكوي تمام وتتعمل اوفر. بعد ما كوينا ورجعنا طبعا كوينا على الظهر ورجعنا عملنا الاوفر، وهنبتدي نجمع. طبعا هنا الكتف مستقيم، هناخد بقى السقطة بتاعة الكتف ونبتدي نجمعهم على بعض. نفس الحكاية ناخدها من الناحية التانية. لأن احنا في الأمام بنسيب القماش معدول، ما بناخدش سقطة الكتف غير بعد ما بنعمل الكسر عشان ما تضايقكيش وتبقى صعب عليكي. بنطير بقى نص سنتي اللي احنا سيبناه في اتجاه حردة الرقبة، بنطيره بالمقص كده كده مش محتاجينه، هنقفل عليه الكولة وهنبتدي نجمع الكتف. احنا كده شغالين في الكتف. بنسيب طبعا مسافة عشان الأوفر على حسب ما انت عايزة طبعا، وعاملة حساباتك في القص تسيبي المسافة. بنظبط القماش طبعا، ولو في أي حاجة بنعدلها. الناس بتفكر ان الموضوع سهل، والله الموضوع مش سهل يا جماعة، وكل حاجة بتاخد وقت وكل حاجة بتاخد شغل. هنا طبعا زي ما انت شايفة انا بحط حردة الباط على حردة الباط، وهنا مقلوبة حوالي 2 سنتي، ظهر اعلى 2 سنتي. طب ليه بتعملي كده؟ بتبقى مظبوطة معاكي في اللبس وحلوة قوي. هنا انا حسيت ان هو ضيق شوية فاخدت الحردة بتاعتي زودتها حاجة بسيطة من الاسفل، ما جبتش من فوق. هنا من بعد حوالي 8 ل10 سنتي بتبتدي تسيبي فتحة الجيب السحري اهو، بسيب مقدار الايد كده ما تدخل، وبكمل الجنب. هنكمل الجنب للآخر وسايبين الفتحة بتاعة الجيب السحري اللي احنا هنركبه من 8 ل10 سنتي من بعد حردة الباط. طبعا ده بيتوقف على طول العباية، لو الست طويلة بنسيب 10 سنتي، الست قصيرة بنسيب حوالي 8 سنتي عشان نعمل الجيب السحري. اهو زي ما انت شايفة انا مقفلاه، هركبه بقى كده. ده عبارة عن مستطيل احنا قصيناه مع بعض 20 في 25، وبنركبه بالشكل ده في الجنب، بيديني جيب سحري حلو قوي. هنقفل الجنب التاني وبكده يبقى الجنب ده خلص، والجنب التاني تقفيل على طول مفيهوش جيوب ولا حاجة. ده اتجاه اليمين يا جماعة، خلوا بالكم دايما الجيب السحري بيبقى في اتجاه اليمين. لو هتعملي 2 فعادي بقى هتبقى تركيبة في الأول في اليمين أو في الشمال مفيش مشكلة، أنا بس هنا عاملة جيب واحد. تمام. هظبط القفلة بقى بتاعتي وبطلع للجنب لبره اهو بالمكنة، بحيث يكون الجيب مفيش أي حاجة باينة. تمام اهو خدنا كده. هنقفل الجنب التاني ونرجع نشوف مع بعض. قفلنا الجنب التاني وعملنا الأوفر. هناخد الزيادة كده تحت المكنة نثبتها عشان لما نركب الكم يبقى الكم مرتاح بالشكل ده. انا بحاول اجيب لكم كل القصات اللي تقدري تعمليها بكل سهولة. ده هنا الاستك، بتقيس الاستك على محيط المعصم. طبعا انا عايزاهولها، لكن انا بوريكي دلوقتي ان انا بعمله ازاي. ممكن تعمليه بالطريقة دي، وممكن نتني الاول وبعد كده ندككه. تقدري تعمليه وانت بتقلبي القماش، او
تدككي. انا هنا ثبت خياطة الجنب عشان وانا بدكك تبقى سهلة معايا، وبتني على نص سنتي في سنتي، يعني نص سنتي في الداخل وسنتي للاستك على قد الاستك بالظبط، لان الاستك ده 1 سنتي. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش لايك، اشتركي بالقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعي باقي الفيديوهات. عندنا موديلات مختلفة، منها الخروج، منها البيتي، منها الأطفال، السواريه، البنطلون، البدلة، كل حاجة موجودة، الجواكت. هتلاقي قصات كتير إن شاء الله، تقدري تتعلمي وتستفيدي منها حاجة. دككنا الأستك خلاص، هنضمه على بعضه ونخيطه على المكنة، ونقفل الجزء بقى اللي احنا اشتغلنا فيه بالاستيك. تمام زي الفل. هناخده بقى على المكنة كده ونلف بيه المكنة. طبعا بنوزع الكشكشة بالتساوي عشان ما يبقاش فيه ناحية فيها كشكشة وناحية لا. وممكن تستعملي الاستيك طبعا المكوك بيكون حلو برضو في بعض الموديلات، لكن دي عشان جلابية بيت بتبقى سهلة في الوضوء وفي المصلحة بتبقى سهلة. عملنا الكم التاني وهنبتدي نركب. طبعا احنا محددين الامام بالعلامات اللي احنا اتعودنا عليها، وهنركب على العلامات. طبعا بنحط علامة خياطة الكم على خياطة الجنب وبنبتدي نشتغل. طبعا احنا قفلنا كسر في الاول، ولكن لو زاد معنا كسر او 2 برضو بنشربهم واحنا ماشيين في التقفيل. لو لقيت معايا كسرة او 2 بعدل القماش بتاعي وباخد الكسرة وبنلف الكم عادي جدا. عايزة اقول لكم كان عندي مكنة قديمة للفة الكم كانت حلوة قوي. كنا بنشيل الوش المربع ده او المستطيل ونحط بتلف الكم وتخيط الكم حلو قوي، لكن كل حاجة اللي كان ليها وقتها وعدت. هنكمل بنقفل الكم بتاعنا وهنقفل الكم التاني ونركب الكولا ان شاء الله مع بعض، وهنشوف الشكل النهائي. ده الكم كده خلاص بكل سهولة ما شاء الله يعني، ومظبوط وحلو قوي. والكم التاني اتقفل وزي الفل. هنا بقى هنركب الكولا. طبعا انا هنا هقفل بنقيس طبعا المقاس بتاعنا، وفي جزء زيادة بس في المرد هنشيله كده، بنسقط المرد. حاجات بسيطة جدا زي ما انت شايفة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمان سقط كده بوزة من عند طرف المرد عشان يبقى المرد اهو زي ما انت شايفاه راسي كده. طب مخدناهوش من الأول ليه؟ زي ما قلتلك القماشة بتمط، ومع الكاوية ومع الفازلين بتزيد طبعا. فاحنا هنا بنثبت المقاسات بتاعتنا وبنظبط مقاساتنا واحنا على المكنة، لأن الحاجات دي ملهاش باترون. لأن طبعا كل قماش وليه طبيعة تعامل معاه. احنا هنركب الكولا على الأوفر. أنا لضمة أوفر أسود، فباخدها أوفر أسود ما بتبانش خالص وبتبقى جميلة جدا وبتبقى نظيفة في الشغل. برضو حابة تعمليها مقلوبة ما فيش مشكلة، عملناها قبل كده مع بعض وخدناها شيمة وعارضة في التركيب. تمام. هنعمل الأوفر ونقفلها. عملنا الأوفر طبعا لازم تنضفي الأوفر أسود مش باين خالص طبعا، وهنبتدي نقفل. بندوس عليها طبعا، وفي نفس الوقت بنفرد القماش معانا، يعني بنفرد القماش للأسفل. ايد بتشد القماش عشان ما يكلكعش تحت المكنة او يتلم او ياخد منه المكنة تاخد منه ولو حاجة بسيطة بتأثر في الشكل وفي اللبس. وبكده ركبنا الكولا سهلة جدا وجميلة. طبعا لازم نتعامل بالفازلين مع الكولا او كان اساور او المرض. دي العباية بتاعتنا. يلا بينا نشوفها على صاحبتها بعد ما ركبنا الزراير والست جت تقيس. يلا بينا.